شفت فينيسيوس وهو يبكي في المؤتمر الصحفي؟ بعيدا بقى عن انك برشلوني او مدريدي اكيد هتتعاطف مع اللي بيتعرض له فينيسيوس، ما هو برضه ملهوش ذنب انه اتولد اسمر. اي حد بيعاير اي انسان لمجرد ان بشرته مختلفه فهو مريض. فينيسيوس وهو في المؤتمر الصحفي لمباراه البرازيل واسبانيا اتسال كتير عن العنصريه اللي بيتعرض لها، وفجاه اللاعب البرازيلي بينهار بالبكاء. العالم الغرب ده عنصري جدا. تخيل فينيسيوس لاعب ريال مدريد بيبكي لانه وصل لمرحله صعبه نفسيا، حتى انه فكر بالاعتزال بسبب العنصريه اللي بيتلقاها هو وكل اصحاب البشره السمراء هناك. وقال فينيسيوس لن اغادر اسبانيا لان ذلك سيعطي للعنصريين ما يريدون. لن اترك افضل نادي في العالم، سابقى حازما وقويا لان الرئيس والنادي يدعموني. اريد ان العب كره القدم فقط. احنا على ابواب حدث عالمي وتاريخي، وهو ان فينيسيوس هيكون اول لاعب في التاريخ تهتف ضد كل انديه اوروبا والعالم بكلمه واحده: الموت لفينيسيوس. الموضوع وصل انه بيهتفوا ضده بالموت وهو اصلا ما بيلعبش. انت متخيل؟ يعني وريال مدريد مش طرف. وده اللي حصل قبل لقاء برشلونه ونابولي. جماهير برشلونه هتفت بالجمله دي، وقبل لقاء اتلتيكو مدريد وانتر ميلان جماهير اتلتيكو هتفت بنفس الجمله، وكذلك قبل مواجهه الريال وفالنسيا واوساسونا كمان. اول لاعب في التاريخ اسبوعيا يهتف ضده بالموت، واول لاعب في التاريخ يتعرض لهذا النوع من العنصريه. ده ما حصلش في اي حته في العالم الا في اسبانيا واوروبا مع الاسف، وده مش افتراء لا سمح الله، ده مثبت بالصوت والصوره. فانت ابو الكباتن قول لي رايك في التعليقات في اللي بيحصل لفينيسيوس ده، ولو انت مكانه هتعمل ايه؟